هكلمكم النهارده عن مصارعة، سواء كنت تعرفها باسم بيج في الدبليو دبليو اي او سرايا في اتحاد الاي دبليو. فالبنت دي عاشت حياة شخصية وكلها دراما ومجنونة زي مسيرتها في المصارعة بالظبط. علاقتها العاطفية دايما كانت بتتصدر عناوين الاخبار، وللاسف غطت على انجازاتها كواحدة من اهم الستات اللي غيروا المصارعة. النهارده مش هتصدقوا مين هم نجوم الدبليو دبليو اي اللي بيج ارتبطت بيهم في الحقيقة، وازاي العلاقات دي بجد انتهت بفوضى شديدة جدا. تعالوا بقى اقول لكم الموضوع بدأ ازاي. اول حد معانا كوري جريفز والخيانة المستخبية مع براد مادوكس. في بداية 2013 و14 بيج كانت مسيطرة على قسم النساء بشخصية البت المتمردة او الانتي ديفا، وورا الكواليس الاشاعات دايما بتطلع انها علاقه بالمعلق كوري جريفز بسبب الكيمياء اللي بينهم على الشاشه الواضحه قوي. والموضوع كبر لدرجه ان ايمي اللي هي مرات كوري جريفز وقتها نزلت تويتات بتمسح ببيج الارض وتقول ان البت دي بتخرب بيتي وبتخطف مني جوزي، والتويتات دي اتمسحت بعد كده. بس مفاجاه ان بيج وقتها ما كانتش اصلا مع كوري جريفز، دي كانت مقضيها في السر مع المصارع والحكم براد مادوكس. علاقتهم بدات 2014 والشركه حذرت بيج ان العلاقه دي هتطير مستقبلها. في 2015 الشركه طردت الواد ده حتى بحجه ان هو غلط في الجمهور، وده يا جماعه كان في عرض محلي، هو قال لفظ كده خارج يعني. وبس في الحقيقه فينس ماكمان كان قرفان اصلا من حواراته مع بيج وعايز يطفشه وخلاص. حتى ابو بيج طلع على الفيس وشتم مادوكس وقال لك الواد ده تاثيره زفت عليها ولازم تركز في شغلها. وانفصلوا فعلا اواخر 2016 بعد ما الشركه فرقتهم بتقسيمه الدرافت اللي هو كل واحد راح عرض. اللي معانا بعد كده بقى المجزره وضياع المستقبل ونيو داي كمان. في 2017 القنبله انفجرت في وش الكل لما تليفون بيج اتهكر ونزل لهم فيديوهات وصور خاصه جدا ليها مع براد مادوكس. والمصيبه الاكبر ان هم كان معاهم طرف ثالث في العلاقه اللي هو اكزيفير ووتس في فريق نيو داي. الفضيحه دي هزت مجتمع المصارعه كله، وبيج اختفت تماما على السوشيال ميديا، وفينس ماكمان كان هيفرقع من الغضب اللي كان حاسس بيه وعمل اجتماع طارئ ومنع بيج انها تقدم راس المال 33. اما براد مادوكس فمسح كل حساباته واختفى من على الكوكب كله. الدبليو دبليو بدات تمسح تاريخه وقطعته من الارشيف خالص. بيج حكت عن اللحظه دي وقالت دي كانت افظع لحظه في حياتي، ومن كتر الرعب هربت من بيتي واستخبيت في شجره كده في الشارع، وجالها اكتئاب وفقدان شهيه وكانت عايزه تموت نفسها بسبب التنمر الالكتروني، لولا ان ابوها هدى الدنيا معاها وقعد يهزر ويقول لها يا بنتي ممكن تبقى زي كيم كارديشيان وتتشهري. واكزيفير ووتس برضه اتبهدل ومراته قفلت حساباتها بسبب المضايقات، والواد رجع الحلبه وهو خجلان جدا من الناس. بس مع الوقت الليله اتلمت على الدبليو دبليو ما عاقبتوش لان هم في النهايه ضحايا اختراق مش مجرمين بالنسبه لهم معانا بعد كده جحيم البرتو ديل ريو، ضرب وحبس وعلاقه زي الزفت. لو فاكرين ان نهايه المشاكل تبقوا غلطانين. العلاقه الاكثر سواد في حياه بيج كانت مع بطل العالم السابق البرتو ديل ريو 2016. العلاقه كانت قايمه على الغيره والضرب والفضايح، والدبليو دبليو حاولت تبعدهم عن بعض وشحنت دريو لسماك داون وبيج للرو. انما بيج كتبت على سناب شات ان الاتحاد بيحاول يفرقنا بس مش هيعرف. وفي اغسطس 2016 الاثنين اتوقفوا بسبب مخالفه قواعد المنشطات، ودريو هاجم الشركه والموضوع وصل للخطوبه في اكتوبر 2016 في ماتش كده في بورتوريكو. رغم ان دريو كان لسه بيطلق مراته اللي رفعت عليها قضيه كالعاده وان هو خانها ومش كده، العلاقه دي كانت خناقه شوارع وكان لايف. في 2016 اتقبض على بيج في فيجاس بعد خناقه معاها في الشارع. وفي 2017 حصل خناقه تانية في مطار اورلاندو الدولي، ودريو كان بيصرخ ويقول لها غوري من حياتي وعمال يشتم فيها وهي عماله تصرخ وتتهمه. فالشرطه اتدخلت وقالت هو في ايه، بس بيج رفضت انها توجه اي اتهام عليه عشان تحميه وتلم الليله. وفي 2017 تسريبات بدات تظهر ان بيج كانت بتقول له في الريكوردات ما تضربنيش ما تعملش كذا، وهو عمال يزعق ويشتمها. وفي 2020 بيج بقت تقول الراجل ده كان بيجيني ضرب كل يوم وكان بيحبسني في الاوضه بالسبع ساعات ويهني ويخليني احس ان ماليش قيمه. ودريو طبعا انكر وقال لك دي اتفاقيه بمليون دولار عشان اسكت على البلاوي بتاعتها والاعتقالات بسبب العنف المنزلي. بس دريو نفسه اتقبض عليه بعد كده في تكساس بتهمه خطف واغتصاب واحده تانية، وده اثبت للناس ان كلام بيج كان صح وانها عدت من الراجل ده بالعافيه. وعلى فكره يا جماعه دريو اصلا كان بيحكي ان هو لما بيعذبها كده، لو حد قال لي مثلا هي ليه صبر عليه، كان بيقعد يقول لها انت اتفضحتي في العالم كله وتسريباتك في كل مكان ومحدش هيطيق غيري، وهي فعلا كانت محوجه لواحد زي ده عشان ما عندهاش حل تاني. اللي معانا بعد كده نجم الروك روني رادكي. 6 سنين حب ونهايه محترمه من غير حرق مراكب زي ما نقول. بعد ما مش صفت النفوس كلها واتعافت من الادمان، دخلت في علاقه 2018 مع المغني الرئيسي لفرقه الفانك روك روني رادكي. العلاقه كانت رايقه وشكلها زي الكليبات الموسيقيه بجد. نجم روك مجنون مع نجمه مصارعه كده مجنونه برضه، وقعدوا مع بعض 6 سنين كاملين وبقوا ثنائي قوي جدا. وبيجي ظهرت معاه في كليبات وغنت حتى معاه. ولما رجعت للمصارعه في الاي دبليو روني هو اللي عمل لها اغنيه الدخول، والعلاقه دي كانت وش السعد عليها وساعدتها توازن حياتها بعد اعتزالها الاضطراري بسبب اصابه في الرقبه. بس اواخر 2024 بداوا يقللوا الصور مع بعض، وفي 2025 انفصلوا بكل ادب واحترام من غير دراما وفضايح. وروني طلع وقال احنا انفصلنا بقالنا 3 شهور بس لسه اصحاب بنتكلم كل يوم. السبب كان زحمه الشغل والسفر المستمر للاثنين، وبيج اخد اجازه وفصلت شويه كده عشان ترجع اقوى للحلبه. في مايو 2025 بيج اكدت انها سنجل تماما وبقت بتفكر في نفسها وبس، وقالت انا بقالي 10
سنين بخرج من علاقه ادخل في علاقه، وجه الوقت اللي اكون فيه انانيه واركز في صحتي ونفسي، وبقيتش حاليا عايشه حياتها بشروطها الخاصه. عدت الادمان واتخطت الفضايح الكتير والفيديوهات المسربه والعلاقات السامه دي كلها، وطلعت من كل الفوضى اللي كان جواها، وطلعت شخصيه قويه ورصينه. وعلى فكره يا جماعه، فيديو النهارده رجعت الاتحاد عادي، اكيد كلكم عارفين، وعامله فتره جميله جدا مع بري بيلا، رغم ان دي قصه محروقه قوي وكله بيقول لك نيكي هترجع ويخونوها يقلبوا على بيل، لان الليله دي كلها الغرض منها ان هي نيكي وبري ياخدوا البطوله كاخر فتره قبل ما يعتزلوا، وتتفق او تختلف. الثنائي ده برده كان قدم حاجه للمصارعه، رغم ان انا ما بطيقهمش وما يعرفوش يصارعوا اصلا. حتى نيكي بيلا لما قعد 300 يوم كانت فتره زي الزفت، عكس مثلا لو قارنتوها بحد زي شارلوت فلير وبيكي لينش والناس دي، الناس دي كانت بتقدم مصارعه بجد. كمان حاجه يا جماعه، بيج عايز احكي لكم شويه تفاصيل بس عن الموضوع ده. الفيديوهات دي يا جماعه كانت عباره انها مثلا مع اكزيفير وودز وبراد مادوكس في ماتش ثلاثي سوا، يعني علاقه كامله كده. وكمان الفيديوهات دي كانت بتظهر ناس تانية كتير، وبتثبت ان الست دي فعلا كانت من علاقه تانية حرفيا. وكمان في البرتو ديل ريو، اللي يقول لي مثلا طب هي ليه راحت له كده، الفكره يا جماعه انها اتقدمت له هي بنفسها، رغم ان الراجل ده اكبر منها بتاع 20 سنه، والبرتو اصلا لسه اوريدي مقبوض عليه قريب بتهمه ضرب مراته. الموضوع ده هو دخل فيه بتاع 7 مرات. وكمان لما ساب الشركه زمان كان سايبها عشان حكايه ان هو بيقعد يشرب قبل ما يخش العرض، وكذا مره بيروح شارب وسكران، رغم ان الشركه دفعت فيه بشكل كبير جدا وادته دفعات محدش يحلم بيها، رويال رامبل وبطولات عالم وبتاع. حتى هو لما رجع تاني كان راجع عشان يخلص على فتره جون سينا الاسطوريه بتاعت بطوله الولايات، بس برضه كان كل شويه مشاكل. ومره كان فرد من WWE كتب تويته كده ان البرتو ديريو ده لازم يشيل الاكل لانه من المكسيك اللي هم كانوا عبيد زمان. فالبرتو ديريو راح قال له اعتذر، فالراجل قال له انت مالك بصفتك ايه اعتذر، فراح البرتو لطشه بالقلم. وكذا مره حوارات كتير جدا. وحتى على فكره لما كان سيم بانك ساب الشركه كان البرتو بيطلع يقول لك انا بدعمه والراجل ده صح، ويقعد يجر شكل الناس. والنهارده سيم بانك رجع والراجل ده ما حدش فاكره، مع انه كان نجم فيه اسطوره كبيره جدا يعني. وكمان حاجه يا جماعه برضو، ان البرتو دريو ده للاسف الناس اللي بتقعد تقول لك هو راجع ليه ومش راجع ليه، انا شايف برضو ان هو ما يرجعش بصراحه. يعني مثلا ناس زي كريس جيريكو عنده 52 سنه تقريبا او 53 ولسه بيصارع، تمام مفهوم جدا. وانا بالنسبه لي حرام الفتره دي ما تقضاش في الدبليو دبليو بصراحه. هتقول لي عامل اداء حلو في الاي دبليو، تمام، بس برضو طالما قادر يبقى في الشركه اللي هو قدم فيها نفسه وعمل فكره ماني ذا بانك وكل الحاجات دي. بس البرتو لو رجع برضو يا جماعه بظل الخناقات والحاجات دي كلها، وخصوصا ان هو ماشي اصلا بمشاكل كتير، فدي هتخليه صعب. رغم ان على فكره الراجل ده ليه فيديوهات مع باتيستا مثلا زمان، كان الناس تقول لك احنا زعلنا خسرنا موهبه زيه، وبينسوا اصلا باتيستا ان هو كان مصارع مهم. وبرده الدخله بتاعت العربيه دي جميله قوي. بس حتى ريكاردو رودريجيز اللي كان معاه ده برده ليه مشاكل كتير، ومعروف ان هو مغرور وراجل مش حلو. فما اعرفش بيج بصراحه ايه اللي رماها الرميه السوداء دي. وهي النهارده اظن شكلها بقى مستقر اكتر، وكويس ان الست دي يا جماعه ما اعتذرتش. الاصابه اللي خدتها زمان دي كانت صعبه قوي. كان في مصارعه كده وفي عرض محلي برده كالعاده رفصتها برجلها جامد، فرقبتها اتكسرت حاجه كده، وكان اصابه صعبه قوي تحسها مقصوده اصلا انا ما اعرفش هي عدت ازاي وهي 22 سنه ولا 25 سنه، حاجه زي حوار التسريبات وحوار الاصابه. فالست دي يعني وتد بصراحه استحملت ده كله. ده كان الفيديو يا جماعه، اشوفكم في حلقه جديده، وصلوا فيديو 40 لايك ومع السلامه. كان الفيديو يا جماعه، انا ادهم مقدم قناه مصارعه، عامل ليكم صاحب على الايفون عايز تكسب، بص الفيديو 40 لايك واختار واحد من الكومنتات. نوعيه القناه هنا كلها عباره عن فيديوهات اخبار، فيديوهات تلخيص عروض شهريه، فيديوهات توقعات وتسريبات. العرض الاسبوعي الوحيد اللي بلخصه بيبقى عرض مسرب مش عرض عادي وخلاص. حاجه تانية معانا ان القناه هنا بتبقى عباره عن في فيديوهات تانية قصص حياه مصارعين، فيديوهات تانية زي مثلا بعمل لك ليست اكتر مصارعين اتصابوا، اكتر مصارعين مش عارف ايه، حاجات زي كده. بتكلم على الاي دبليو طبعا، وبطلع لايفات احيانا في العروض الشهريه. لو انت بتحب محتوى تاني زي ملخصات خش اتفرج عندي في الكومنتات تحت، هسيب لك اللينك اسمها ملخصات من الاخر. القناه دي ان شاء الله مكمله معاك كل يوم فيديوهين. لو عايز فيديو ايا كان مش لازم تشترك في العضويه وكده، قول لي انا عايز فيديو فلاني واعمله لك، ومنورين عندي والله. معنا بس قناه عندي والله بتكبر لحد ما، وانا عندي قناه تانية ملخصات لو عايزين تخشوا تتفرجوا عليها تحت تخشوا، ومع السلامه. لو انت عايز مثلا شايف ان انا بنزل حاجات اباحيه او كده، لا يا جماعه خالص، القناه مش غرضها كده، بس حط نفسكم مكاني، لسه ببدا، بحيث ان انا عايز اتشاف الناس اكتر، وده اكتر حاجه بتتشاف. بلس انا ما طلبش مني فيديو وما عملتوش عشان تقول لي مثلا انت استسهلت وعملت اباحه. وحاجه تانية معانا يا جماعه، المواقع والحاجات بتاعت الاباحه الصرف بقت معرضين انكم تشوفوا في اي حته، حتى اطفالنا متعرضين ليها. فما تجيش على قناه انا عاملها اصلا الافلام مش كل الاطفال يعرفوا يشوفوا ملخصات الافلام، لان مثلا لو فيلم فيه زومبيز، في واحد بيحبس بنته في اوضه، الحاجات دي مش طبيعي طفل يشوفها. فما تجوش تمسكوا في دي بالذات ان انا كده اللي بنشر الفساد، لا. يعني اليوتيوب اصلا بتاع الاطفال ده بيعملوا حاجه اسمها يوتيوب كيدز، وفي تصنيف معين
الالجوريثمز ما بتقترحش كل الناس اللي هم عايزينه او الخوارزميات. تاني حاجه معانا يا جماعه، انا لا يعني عملت انواع كتير جدا عادي، بس انا لقيت ده بيتشاف اكتر لحد ما نحقق الربح بعد شهر مثلا، نبدا نشوف بقى الدنيا ايه عباره عن ايه. تمام. عامل ليكوا صاحب على الايفون عايز تكسب، وصل الفيديو 40 لايك واختار واحد من الكومنتات، ولو وصلنا 200 سبسكرايبر اختار واحد بالليل. واشتغلوا كده يا جماعه معايا في السبسكرايبرز والحاجات دي، لان انا لسه بشوف القناه يعني في فيديوهات بتتشاف قوي، فيديوهات لا، ولا فيديوهات اقترحت الاجانب وبتاع. فعلى قد ما نقدر عايزين نكمل القناه بشكل محترم يعني. اشوفكم في حلقه جديده، وصلوا الفيديو 40 لايك، ومع السلامه.